تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة بين 13 عاما و 66 عاما، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد المصدر ذاته بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار. وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي وبالبيئة. ويذكر أن جلسة البارحة التي عقدتها الدائرة الجنائية الخاصة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في النظر في قضايا الإرهاب هي الجلسة الثالثة ومخصصة للنظر في القضية التي تشمل حوالي 40 متهما من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وحسب مصادر متطابقة ومطلعة فقد توزعت الأحكام على النحو التالي: كمال الطيف 66 سنة، خيام التركي 48 سنة، نور الدين البحيري 43 سنة، عصام الشابي 18 سنة، أحمد نجيب الشابي 18 سنة، جوهر بن مبارك 18 سنة، غازي الشواشي 18 سنة، رضا بالحاج 18 سنة، عبد الحميد الجلاسي 13 عاما، حطاب سلامة 4 سنوات، رضا شرف الدين 16 عاما، سحبي عتيق 13 عاما، محمد الفرجاني 13 عاما، كمال بشير البدوي 13 عاما. أما بالنسبة للمتهمين الذين كانوا في حالة سراح فقد كانت الأحكام كالآتي: الأزهر العكرمي 8 سنوات، شكري بن عيسى البحري 13 سنة، عياش الهمامي 8 سنوات، محمد مبروك الحمدي 13 عاما، نور الدين بوتار 10 سنوات، محمد بشير البدوي 13 سنة، حمزة علي المدب 33 سنة، علي محجوب الحليوي 33 سنة، منجي العربي الوادي 33 سنة، كمال سعيد الغزاني 33 سنة، رضا محمد إدريس 33 سنة، مصطفى كمال النابلي 33 سنة، كوثر عمار الدعاسي 33 سنة، عبد المجيد الزار 33 سنة، تسنيم الخريجي 33 سنة، نادي عكاشة 33 سنة، كريم العلاني 25 سنة، رفيق عبد الرحمن 33 سنة، نجلة خليفة الطيف 33 سنة، بشرى بالحاج حميدة 33 سنة، برنار هنري ليفي 33 سنة، شيماء عيسى 18 سنة، ومحمد رؤوف خلف الله 33 سنة.